صلي على النبي يا قلب ستك. اما تبقى حاجة غالية عليكي قوي يما خافي عليها من عيون الناس، دعنيهم يا حسد يا فسد، والعين ما بتصيبش الا الغالي، وخليهم يقولوا عليكي دي خبيثة وبتداري، احسن ما تولولي وتقولي يا مرار. ومش كل حاجة تجري تنشريها يا حبيبتي ويا ام نيازي. صح نيازي، ده انا جوزي جات له الترقية وقبضت الجمعية ورحت الحتة الفلانية. لا لا يا عينيا، اللي في ايدك هين وعادي عند غيرك نن وكحل العين. هتصرم وتقولك هي ليه عندها وانا مفيش؟ ما انت فاتحالي على البحر لا حاطه باب ولا شيش. اللي يسألك عندي قولي له لا ما عنديش، وخافي من اللي عينيهم مقوره ومدوره. يكون حالك ماشي تقولي الله وانا ايه اللي بيجيبني لورا؟ ده انا كنت واقفه صح سليم اديكي قاعده متكعوره. الناس عينيها فلقت الحجر، دول حسدوا الغجر على في الشجر. واللي مش فاهمه تسألني اقول لها بعدين. فهمتي يا قلب ستك؟ صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. أنا أشين من محافظة الأقصر من الصعيد. أتمنى تتابعوني بكل حب لأن أنا بحبكم جدا جدا. أنا النهاردة بقدم لكم روتين، أنا جاهزة إن أنا أقدم لكم الروتين ده. يا ترى انتوا جاهزين؟ يلا بقى بينا نبدأ الفيديو. النهاردة زي ما شايفين بقدم لكم روتين يومي بالتفصيل. اول ما صحيت من النوم قلت اعمل الفطار واشارككم يومي بالتفصيل. حابه بس قبل ما ابدا الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض، حابه اشكركم جدا جدا على تفاعلكم مع الفيديو اللي فات. ما كنتش متوقعه خالص التفاعل ده. الحمد لله على كل حاجه. اي نعم التفاعل مش كبير قوي، بس بالنسبه للقناه عندي ده حاجه كبيره قوي بصراحه. فحابه اشكركم جدا على الكومنتات الحلوه، على كل متابع دخل عندي. حابه اشكر نونو ووفاء السيد وكمان كل الناس اللي علقت لي. حابه اشكركم جدا جدا جدا. بنت بلدي بحب ان انا ارحب بيها جدا واقول لها نورتيني وشرفتيني، ويا رب دايما ابقى عند حسن ظنكم كلكم. المحتوى اللي انا بقدمه محتوى روتين، طبخات اكلات بنعملها مع بعض، كلنا بنتعلم من بعض. انا عارفة ان انتوا كلكم شطار وبتعرفوا تعملوا كل حاجة، ولكن انا لو عملت حاجة تعدلوا عليا انا اتعلم منكم، وهكذا. الهدف من الروتين ان احنا نشجع بعض ونحفز بعض وليس الا. بس كده حبيت ان انا اقول لكم الكلمتين دول في بداية الفيديو. طبعا زي ما شفتوا عملت الفطار بتاعي. اول ما بصحى من النوم بعمل الفطار، بنفطر وبدخل اشوف بنتي وراها ايه مذاكرة. بنحاول على قد ما ايه نقدر كده ان احنا نخلص الوجبات بتاعتنا اول باول، علشان ما تتراكمش عليها وفي نفس الوقت هي ما تبقاش زهقانه او ان هي تتعب قوي في المذاكره، خصوصا ان هي لسه في KG1. فبنبدأ ان احنا نذاكر واحده واحده كل حاجه. بعد ما ذاكرت لبنتي زي ما شايفين دخلت على اوضه البنات، قلت اوضبها، وكانت بنتي خلاص فطرتها وكل حاجه. تقريبا اليوم ده كان يوم اجازة، قلت ان انا ايه اعمل معاكم الروتين الخفيف ده. دخلت طبعا في اوضه البنات، غيرت الملايات بتاعتي، يعني روتين اليوم اللي احنا بنعمله كل يوم. مش بس كده، عملت كمان معاكم طبخة جميلة، اكلة كده خفيفة كلنا بنحبها وكلنا لازم بنعملها في وسط الاسبوع، وهي اكلة السمك. عايزاكم تتابعوا الفيديو للنهاية لان بجد هيعجبكم جدا. حابة اكلمكم النهاردة في موضوع مهم جدا جدا. لو انت صحيتي في يوم ولقيتي نفسك ان انت مكسلة، اوقات كتير بيجي علينا يوم اوقات يعني بيجي علينا ان احنا ما بنبقاش عايزين نشتغل، ملين كده من اليوم. انا لسه معايا حاجات، حتى لما بيبقى معاكي امور كتير اكيد مفيش مرة ما حسيتيش بالاحساس ده. انا عن نفسي بحس بنفس الاحساس في اغلب الاوقات. طب انا اتغلب على الموضوع ده ازاي؟ عايزاكي اول ما تصحي من النوم تسمي الله، تصلي ركعتين لله كده، وتصلي الفرض بتاعك، وكمان تقري لك كده آية من القرآن الكريم، وتدخلي على مطبخك تشغلي جنبك الراديو وعلى إذاعة القرآن الكريم وتبدأي اليوم. صدقيني اليوم هتلاقيه ماشي بمنتهى السلاسة ومنتهى الروقان. ومش بس كده، ده انتي هتتشجعي كمان. لو الحيلة دي ما نفعتش، وأظن ان هي اكيد هتنفع معاكي، مفيش حاجة بدأت بذكر الله إلا وإن هي هتنفع معاكي. الحمد لله على كل شيء.
تصلي على النبي وتبدأي يومك بكل نشاط وكل همة. مش لازم كل يوم نبدأ يومنا ونعمل فيه كل حاجة. عايزاكي معاكي الأسبوع طويل، كل يوم لو انتي قسمتي البيت بتاعك هتلاقي نفسك ان انتي آخر الأسبوع أنجزتي كل حاجة، وفي نفس الوقت ما جيتيش على نفسك ولا أرهقتي جسمك خالص. عشان كده نبدأ كل يوم حاجة بسيطة، مش لازم كل حاجة نعملها في نفس اليوم. بمعنى مش لازم نطبخ وننظف ونمسح وننشر ونغسل، كل ده مش لازم يبقى في نفس اليوم. نقسم النظافة بتاعتنا وكل حاجة يوميا. النهاردة تقومي هتقولي أنا هعمل كذا، لأن طبعا في اليوم بيبقى معاكي مذاكرة للولاد، بيبقى معاكي أكل بتحضريه فطار غدا عشاء، وده طبعا مجهود عليكي. مش بس كده، بيبقى عندك التزامات تانية، عايزة تقضي مشاويرك، عايزة تروحي تجيبي الطلبات، عايزة حاجات كتير تاني. وعايزة تقعدي كمان مع أطفالك تلعبي تونسيهم، تقعدوا تحكوا مع بعض. فانتي دايما ما ترهقيش نفسك كله في يوم واحد. هتصدقيني والله العظيم هتلاقي ان اليوم كله مشى بمنتهى السلاسة ومنتهى الروقان وكل حاجة فيه حلوة. بس كده، دي كان موضوعي اللي انا حابة اتكلم فيه معاكم. طبعا انتوا شايفين عاملين ايه، ده روتين خفيف خالص خالص. كان الأوضة محتاجة ان الملايات تتغير، وكمان ألمع الخشب والإزاز. طبعا الروتين ده بعمله كل يوم من تاني علشان كده احس ان الدنيا رايقة والدنيا تمام. دي النظافة اليومية. طبعا في نظافة اسبوعية وفي نظافة شهرية. طبعا احنا في الشتاء، والشتاء عايزة اقولكم بيلم كمية تراب، فلازم تنظمي وقتك كمان في الترويق والنظافة والكلام ده كله. طبعا لميت السجاد بتاعي وابتديت ان انا اكنس الارض. طبعا مش همسح معاكم علشان انا ما مسحتش في اليوم ده، اكتفيت ان انا اكنس بس، لاني زي ما شايفين الاوضة مش مطلعة تراب كتير. وكل يوم زي ما بقولكوا انا ايدي دايما في البيت، فانا دايما في الشتاء مش باجي على نفسي وبقعد امسح على طول، خصوصا ان معاكي اطفال في البيت، وكمان علشان انتي ما تاخديش برد ولا تتعبي. بعد ما كنست الارض كويس جدا، هتلاقوني ان انا عدت عليها كذا مرة علشان ده كنيس، ودايما المكانس مش بتعمل حلو قوي زي المكانس بتاعه الكهرباء. عايزه اقول لكم انا في اليوم ده ما كنستش بالمكنسه بتاعه الكهرباء، لان بصراحه هي محتاجه غسيل. هبقى اغسلها معاكم، محتاجه ان هي تتغسل كويس جدا لاني مليانه تراب في الكيس بتاعها. فرشت السجاد بتاعي واكتفيت ان انا افرش السجادتين دول، ما فرشتش السجاده التالتة. قلت كده تغيير، وفي نفس الوقت اللحاف بتاعي عملته بالشكل ده علشان اجدد من شكل الاوضه. وبس كده، شايفين جمال الاوضه ازاي؟ هنقفل الاوضه وهنضلمها علشان تبقى رايقة، وكمان تبقى مستعدة لاستقبال البنات ان هم يلعبوا فيها. دخلت على مطبخي، عملت ايه في المطبخ؟ كان عندي سمك. السمك ده انا غسلاه كويس جدا زي ما شايفين، ونقعاه في مية، عفوا نقعاه في ليمون لحد ما ينزل كمان الزفرة بتاعته. وبعدين جبت الخلطة بتاعتي الجبارة اللي هي خلطة كل بيت، عبارة عن توم وكمان فلفل اخضر. كمان لو عندك جزر ابشري جزر عليها. ما ننساش ان السمك بيحب الكمون والكزبرة، خصوصا الكمون. وبنحط ملح وبندق كده بالهون المصري القديم اللي انا بعشقه جدا جدا. انا عندي مفرمه وعندي كبه وعندي كل حاجه. عايزه اقول لكم بس انا بحب جدا ان انا استعمل الهون ده. طبعا بعد ما شطفته كويس من الليمون والميه بتاعته، عايزاكي كمان عشان تضمني ان السمك بتاعك ما يبقاش زفر ولا فيه اي حاجه، اغسليه كويس جدا جدا. طبعا ابتديت ان انا احط التتبيله في بطن السمك. عايزه اقول لكم السمك ده كان طعمه خرافه، ومش بس كده ما فيهوش اي زفاره. بعد ما خلصنا الاكل ريحه الشقه عايزه اقول لكم ما فيهاش ريحة اي سمك خالص، ولا كأننا اكلنا سمك ولا اي حاجة، لان انا اهتميت قوي ان انا اغسله كويس. وكمان بتفتحي عندك الشباك بتاع المطبخ او الشفاط بيشفط معاكي كل حاجة. بس كده. في سمك بيبقى زفر، يعني عارفين ان هو بيبقى ليه ريحة عامة، وفي سمك ما بيبقاش. طبعا حطيت باقي الخلطة عليها وسبته بقى ايه في التلاجة، يقعد كده مع نفسه ساعتين 3 لحد ما انا ايه هرجع اعمله. طبعا هعصر عليه ليمون علشان يشرب من التتبيلة.
طالما حطيتي السمك في تتبيلة عايزاكي تعرفي وتتأكدي ان السمك هتدوقي احلى سمك. بس كده هنغطي كده السمك بتاعنا لحد ما هنشوف هنعمل ايه. دخلت طبعا تاني، ده كان بعدها كده بحوالي ساعتين. رحت قلت اعمل الرز بتاع الصيادية. طبعا في ناس بتحب تاكل السمك بالرز الابيض، وانا كنت من الناس اللي كده. طبعا في اليوم ده قلت لا، انا عايزه اجرب ان انا اعمل الرز الصياديه. وفي طبعا ناس بتعمل الرز الاحمر مع السمك، وبرضه بيبقى طعمه حلو جدا. ولكن انا يعني اللي حبيته، انا جربت التلاتة، حبيت اكتر حاجه الرز اللي هو بالبصل ده. طبعا بتحمري البصله كويس جدا جدا لحد ما لونها يغمق. طبعا هتقوليلي البصله حرقت منك؟ لا خالص، هي ولا حرقت ولا حاجه. طبعا بتحطي كمية المية اللي هي بتكفي معاكي الرز. لو انتي هتحطي او هتستعملي كوباية رز واحدة، يبقى عليها كوبايتين مية. وطبعا ده بيختلف من نوع رز الرز، في رز بيحتاج مية اكتر. فطبعا احنا بنمعايرة كده، او زي ما بتحسي مقدارك للمية ايه للرز. بس كده. وبتحطي المرقة او الملح والفلفل الاسود في الشوربة بتاعتك، وكمان بتحطي عليها الرز وتوطي عليه. اول ما يبدأ ان هو يشرب الشوربة بتاعته، تبدأي ان انتي توطي عليه. طبعا قلبته زي ما شايفين كده، وهحط المعلقة زي ما شايفين عشان اتأكد اني معيار المية بتاعتي زي ما هي. طبعا في ناس بتشوح الرز مع البصل فقبل ما بتحط المية، فلون الرز نفسه لما بيجي يستوي ما بيبقاش غامق قوي. فانتي الاحسن ان انتي تحطي مية على البصلة وبعدين تحطي الرز بتاعك. بس كده عقبال ما الرز بتاعي يستوي. وكان هنا وقتها جوزي قرب يجي، فقلت ان انا ايه اتبل معاكم السمك وابدأ ان انا اقليه. طبعا جبت دقيق ورحت حطيت عليه ملح وكمون وكزبرة. في ناس بتحط مع الدقيق نشا عشان يدي قرمشة. انا عايزة اقول لكم انا مش بحط نشا خالص، وبرده بيطلع مقرمش وزي الفل. اهم حاجة قبل ما تحطيها في الدقيق، تحطي السمك في الدقيق، لازم بتنضفيه خالص من التتبيلة اللي هي الخارجية، وتبدأي ان انتي تحطي السمك في الدقيق وتنضفيه كويس جدا قبل ما تيجي تقليه على الزيت. اهم حاجة الزيت بتاعك يبقى سخن، ما يبقاش فاتر او اللي هو كده، علشان السمك بتاعك ما ياخدش سوا زيادة ويتبهدل معاكي في الزيت. طبعا عارفين ان السمك ما بياخدش سوا خالص. تبلت معاكو السمك كله في الدقيق، وهبدأ ان انا اقليه واحدة واحدة. عايزة اقول لكم اخد لون ذهبي وجميل جدا جدا. عندك مطلق الحرية ان انتي ممكن تحطي عليه تعصري عليه ليمون، وفي ناس بتحبه على كده من غير ما تعصر عليه الليمون. شايفين الجمال اهو، طعم كان خرافة. والتتبيلة كمان مش مالحة خالص ولا مكترة فيها التوم ولا حاجة. شايفين الرز وجمال الرز بتاعي؟ بجد تحفة. والطعم كمان جميل جدا جدا. قدمت معاه سلطة خضراء اللي هي عادي جدا اللي بنعملها في اي بيت. وكمان الوجبة كانت جميلة وبسيطة، ووجبة اقتصادية ورخيصة بنعملها في وسط الأسبوع. مش بتكلفنا كتير، يعني مش لازم كل شوية نعمل فراخ ونعمل لحمة، لا الموجود نعمله. بعد ما خلصت كده خلاص الأكل وخلصت ترويق البيت، قلت أروق بقى ايه على نفسي، علشان نفسي ليها عليا حق. فطبعا قعدت كده قعدة حلوة جدا، وشغلت كده فيلم كده على MBC 2، وابتديت ان انا اسمعه وكان عاجبني جدا بصراحة. وبعدين عملت لي كوباية شاي بعد الأكلة الجامدة دي. وعملت كمان كان عندي، انا كنت عاملة كيكة شوكولاتة كان طعمها تحفة والله يا بنات. قلت كده اشرب كوباية الشاي واكل الكيكة بتاعتي، وشغلت المبخرة بتاعتي اللي انا بعشقها. واستنوني في فيديو جديد. سلام.